صباح الخير صديقي الفلاح صديقتي الفلاحة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا في فيديو النهاردة هنتكلم عن الخبر المنتشر اللي بيقول رسميا تم سحب لقب مهندس من خريجي زراعة ومساحة. وطبعا في تريقة وهزار كتير جدا عن الموضوع ده، ان خريج زراعة هيكون اسمه مزارع، ومساحة هيكون اسمه مساح، وهزار وتريقة كتير. مبدئيا يا صديقي، لقبك مش هو اللي هيوصلك للنجاح ولا هيوصلك اللي انت عاوزه. لقبك ما هو إلا مسمى وظيفي بيعرف الناس انت ايه وظيفتك وايه دورك في المجتمع، لا أكتر ولا أقل. وطبعا لازم تبقى عارف إن كليتك كلية كبيرة، كلية عظيمة لها مستقبل كبير. لازم تكون واثق في نفسك، واثق في مجالك، واثق في كليتك، واثق إن كليتك دي ليها مستقبل كبير جدا جدا. وبس كده. طيب دلوقتي هو اللقب اتسحب فعلا ولا لأ؟ فأحب أقول لك يا صديقي، اللقب ما اتسحبش ولا حاجة، ودي كلها إشاعات ومحدش طلع وقال الكلام ده ولا هيحصل. لأن أنت ده أساسي باش مهندس زراعي أو باش مهندس مساحة، فمتقلقش، لقبك زي ما هو ومحدش يقدر يجي عنده. وبس كده، الله، السلام.